I could say there hasn't really been a movement out of Harlem since like ASAP. Gangsta, we the littest niggas in this city, you heard? No jumping, we outside. Littest niggas in this city, you heard? This shit right here, we you heard? Let me let y'all know. Block work, Radic. Word 2, bro. He's a cop, bro. Gangster. Word. Move Look is a fucking rat. You really a rat. Word of my mother, you really dry snitched on me, you bum ass nigga. We have new developments tonight after a teenager was stabbed to death. A 15-year-old boy has been charged with killing another teen on a subway platform yesterday. So wrong with to see that as me, like chase down gang, beat him my sneeze. Everything dead. Everything for naughty. Video 100K 3 days. Like, what's next? Millions. الأوي هي عصابة موجودة في حي شوجر هيل في هارلم، وبيتقال إنها بدأت في أوائل الألفينات. في الأول كانوا بيتسموا OYG يعني Original Young Gangsters، وبعد كده شالوا حرف الجي وبقوا OY يعني Original Youngins. في الألفينات والعشر سنين اللي بعدها دخلوا في خناقات مع عصابات كتير من المناطق اللي حواليهم، وأهم عداوة في بدايتهم كانت مع عصابة اسمها YGS. الأوياي دخلوا عالم الدريل في سنة 2020 لما مغني منهم اسمه EDI Baby، وكان عنده 15 سنة بس وقتها. نزل أغنية اسمها Ready for War وكسرت الدنيا. هو كان لسه جديد في المزيكا، بس الأغنية دي خليته من أكتر الناس اللي مولعة في الموجة الجديدة من الدريل اللي بدأت في برونكس في نفس السنة. بعدها EDI Baby فضل ينزل أغاني ويكبر جمهوره، ومعاه مغنيين تانيين زي روسكو جي وعبرفعين HEI، وكانوا هم كمان بيعملوا مزيكا وبيتعاونوا معاه، وده ساعد إن أساميهم تطلع هي كمان. في نفس السنة OT اتربط اسمه مع شاي كاي، مغني طالع من برونكس من عصابة أو جي، وبقوا صحاب. الاتنين دول قربوا برونكس وهارليم دريل من بعض. في سنة 2021 الأوواي دخلوا في خناقة جديدة مع عصابة من برونكس اسمها DOA. الخناقة دي بدأت بسبب موقف حصل مع EDI Baby. قبل كده الأوي ما كانوش في مشاكل مع DOA، لكن في يوم ظهر فيديو لEDI Baby بيشرب مع واحد من YG اسمه لاي واي، ودي كانت مصيبة لأن الأوي والYG أعداء أصلاً، فOT والAI كانوا أوبس يعني أعداء. لكن حصل إنهم اتقابلوا في حفلة وما كانوش عارفين إنهم من عصابات مختلفة. الOGs والDOA كمان كان عندهم مشاكل مع الYGs. شاي كاي والOGs حاولوا يطنشوا اللي حصل وقالوا غلطة وسامحوا EDI، بس DOA رفضوا يسيبوا الموضوع واعتبروه سبب رسمي إنهم يدخلوا في عداوة مع الOI. EK والOGs كانوا كويسين مع الاتنين، بس اضطروا يختاروا صف واختاروا الOI. في بداية 2021 بدأ يطلع مغنيين جداد من الOI زي بلوك ورك ودي بلاي فور كيبس، وابتدوا ينزلوا مزيكا ويعملوا دويتوهات مع المغنيين اللي كانوا معروفين في الأوي. في مايو 2021 بلوك ورك والشاي كاي عملوا مع بعض أغنية اسمها دي إن دي دي، والأغنية ولعت الدنيا، جابت ملايين المشاهدات، وبقت من أول الأغاني الكلاسيكية في برونكس وهارلم درال. الأغنية دي كانت خطوة ضخمة في مشوارهم سواء لبلوك ورك أو للشاي كاي. بعد نجاح دي إن دي دي شهرة الأوي بدأت تهدى شوية كام شهر، لحد ما في آخر 2021 ظهر مغني جديد من العصابة اسمه سكر هيل كيم بدأ يعمل مزيكا، وفي بدايته تعاون مع بلوك ورك في أغنية اسمها موف لوك، والأغنية دي عملت انفجار، وبعدها نزل أغاني تانية كبيرة زي دونت تريب وإيفريفن شوت. في أواخر 2021 كمان EDI Baby كان بيعيش فترة نجاح جامدة، نزل أغنية في نوفمبر فيها سامبل من أغنية كي بوب اسمها جانجنام ستايل وجابت مشاهدات كتير. وفي ديسمبر نزل ديو مع دي بلاي فور كيبس اسمه We Back Part 2، والأغنية دي كانت فيروسية جدا، جابت ملايين وبقت أكبر أغنية في تاريخه. في أواخر 2022 الأوي كانت في قمة شهرتها، بس الحظ قلب على بلوك ورك، الناس كلها اتقلبت عليه، وده بدأ بعد موقف حصل لما هو وشوجر هيل كيم كانوا راكبين أوبر والبوليس وقفهم. كيم بدأ يتكلم بطريقة خلت البوليس يشوك، وقال كلام ورط نفسه، والبوليس اكتشف إن في مسدس في الشنطة بتاعته. هنا المشكلة بدأت، كيم اتهم بلوك ورك إنه هو اللي بلغ عليه.
Here we go. Look at him telling them there's a pistol in the car. Alright, you grab your phone, bro. Hang out for a second. You're acting really strange because I stopped the driver and you're going off in the back seat telling me I don't have anything in my fanny pack. Now that's raising, you know what I mean? That's raising his what? You knew what we were here for, right? You knew what we stopped, why we were looking for, right? Yeah, you knew. That's the first thing you said when we approached the car. بلوكورك قال إن السبب الحقيقي إن كيم قلب عليه إنه ما ادلوش $500، بس بغض النظر عن السبب كيم فضل يقول إنه واشي، والشي كي كمان صدق الكلام ده وسحب الأوياي كلهم ضد بلوكورك. بعد نهاية 2021 بلوكورك بقى لوحده، محدش من الأوياي واقف معاه، وفي آخر السنة دي العصابة خسرت عضو قديم اسمه أوسكار اتقتل، واتضح بعدين إن اللي قتله كان كي فلوك، أشهر مغني في برونكس وزعيم عصابة DOA. العداوة بين DOA و OY كانت بدأت على سبب تافه، وكانت كلها ردود في الأغاني وكلام رايح جاي، بس بعد اللي حصل الموضوع بقى خطير جدا. ومع إن كي فلوك اتقبض عليه، الأوي كانوا وقتها مولعين الساحة، خصوصا بعد نجاح EDI Baby وكيم. في يناير 2022 OT وكيم وEK نزلوا أغنية اسمها Touch the Ground، والأغنية دي عملت أرقام مجنونة. بعدها OT وكيم فضلوا ينزلوا أغاني وبدأوا يوصلوا لمستويات جديدة من الشهرة، وبقوا من أهم ناس في عالم الدريل. في أبريل كيم بدأ سلسلة نجاحات مجنونة، أولها بأغنية Flock at the Flockers اللي كسرت الدنيا، وبعدها نزل Can't Wait، وبعدها Evil Twin مع أخوه التوأم OY كوان اللي كان لسه بادئ يغني. كل الأغاني دي جابت ملايين، وكيم بقى أضخم اسم في الأوي. بس للأسف في مايو اتقبض عليه تاني واتحبس في رايكرز، وفي يوليو حصلت مصيبة تانية لما مغني صغير من الأوي عنده 14 سنة اسمه نوتي أسامة اتقتل في خناقة في محطة مترو. نوتي كان أخو ديدي أسامة، وكان معاه كمان صاحبهم شوجر هيل دي دوت، والاتنين دول كانوا دايما بيظهروا في فيديوهات المغنيين الكبار من الأوي، وكانوا بيغنوا شوية بس ما كانوش واخدين شهرة. بس بعد ما نوتي مات القصة انتشرت في الأخبار، والناس بدأت تسمع أغانيه القديمة، وبما إن كان عنده كذا أغنية مع ديدي ودوت، التلاتة فجأة انفجروا في الشهرة. في أغسطس ديدي أسامة بقى ترند بشكل مجنون على تيك توك. كان عنده وضع غريب شوية، جمهوره بقى أغلبه بنات مهووسين بيه جدا، بس هو فضل يعمل دريل عادي في دساس، وذكر لخصومه اللي ماتوا، والعداوات بينه وبين مغنيين تانيين كانت مولعة. وساعتها سوجار هيل دي دوت كان معاه في كل خطوة. أغنيتهم 40 SN9 جابت فوق 7 ملايين مشاهدة في شهور قليلة. وفي نفس الوقت إيدي بيبي كان لسه بينزل أغانيه، بس ديدي ودوت بقوا وش العصابة. كمان معاهم مغني تالت اسمه ديلو كان بيغني معاهم على طول، وبدأ هو كمان ياخد شهرة. لحد خريف 2022 الأوي كانوا مولعين الساحة، بس في أكتوبر حصلت خناقة شهيرة بينهم وبين جروب من بروكلين اسمه 41. العداوة دي بدأت في أوائل السنة لما مدير أعمال بلوكورك وقع مع جروب من بروكلين اسمه 41. شي كي كان عنده مشاكل مع بلوكورك ومديره القديم اللي بقى مدير 41، فبدأ يهاجمهم، والواحد والأربعون ردوا عليه وبدأوا يدسوا عليه وعلى الأوجيز في أغانيهم. في يونيو إيكي رد عليهم بأغنية اسمها نيو أوبس فيها دسات جامدة، وفي نفس الوقت نوتي ودي عملوا أغنية اسمها 44,000 كانت برضو فيها دسات ضدهم، يمكن بسبب المشكلة دي أو لأن الأوي كانوا شايفين إن فور أون صحبة بلاك وورك اللي هم بيعتبروه وشاية. ساعتها محدش كان يعرف مين نوتي وديدي أصلاً، والأغنية عدت عادي. بس لما وصلنا لأكتوبر 2022 ديدي أسامة بقى أشهر مغني دريل جديد واسمه في كل مكان، ف41 قرروا يهاجموه. نزلوا أغنية اسمها نوتي بوب وعملوا فيها رقصة بيسخروا فيها من طريقة نوتي لما تطعن، والأغنية ولعت تيك توك. ديدي رد بسرعة بأغنية اسمها ريل توك وضربهم جامد، والموضوع خلاه يزيد شهرة أكتر. في نوفمبر الأوي خسروا خسارة كبيرة جدا لما EDI Baby قرر ينهي حياته بنفسه، وده وجع العصابة كلها. بعدها شاي كي و41 ودودي لو نزلوا تريبيولي، وكانت دي آخر مرة العصابتين أو واي و OGS يتعاونوا سوا.
بعد كده بدأت التوترات تطلع، ظهرت لايفات فيها ناس من الجانبين بيشتموا بعض وبيغلطوا كمان في اللي ماتوا منهم. الناس بدأت تاخد بالها لما طلع فيديو للشاي كي والنوتي بيهاجموا بعض، وده خلى الناس كلها تتأكد إن الصلح بينهم خلاص انتهى. بعدها بأسبوعين دودي لو نزل أغنية اسمها دي اس وإيجل، فيها دسات ضد نوح وديدي وأصدقاء شاي كي اللي ماتوا. شاي كي رد بأغنية تانية ذكر فيها ناس من الأوي ماتوا زي نوتي وبنجي، وبكده الصراع بين هارلم وبرونكس ولع تاني مع دخول سنة 2023 وكيم لسه محبوس، وإيدي آي بيبي راح، ديدي أسامة ودي دوتس كملوا يشيلوا اسم الأوي على كتافهم. وفي نفس الوقت ظهر وش جديد على الساحة اسمه بلادي. بلادي بدأ مشواره بفريستايل على قناة اسمها بلوك وورك تي في، وبعدها بدأ ينزل أغاني بانتظام، وكان بيعمل تعاونات مع مغنيين معروفين من الأوعي زي دودي لو، روسكو جي، و41 اي اي. الناس حبوه بسرعة وبان عليه إنه هيبقى نجم جديد في العصابة. وفي الوقت نفسه ديدي ودوت اللي كانوا خلاص بقوا نجوم بدأ يحصل بينهم شوية توتر. في مارس طلع فيديو ليهم وهم بيتخانقوا على اللايف، والناس شافت كمان بعض أفراد عيلتهم بيشدوا مع بعض على انستغرام. You just stay home. You just post on the gram and just like what? You diss us on the songs. Like nigga hood don't got no faith in us. Like you gonna see that. Alright, but you ain't tell J-Star that you was hating on me? That's Davum. That's super Davum. What? J-Star That is super Davum. talking on my name. He said he said that I said I'm hating on you. وده كشف إن في مشاكل حقيقية بينهم. الكلام اللي اتقال وقتها كان إن في سوء تفاهم، وإن في ناس حواليهم بيوقعوا ما بينهم. ديدي كان شايف إن دي دوت بيبعد عنه، ودي دوت كان شايف إن ديدي اتغير بعد الشهرة، بقوا مش بيظهروا مع بعض في الفيديوهات، بس كل واحد فضل مكمل في طريقه. ديدي كان عامل سنة 2022 نجاح مجنون، فكان طبيعي إن الأرقام تبدأ تقل شوية بعد كده، وفعلا مشاهداته نزلت حبتين، بس لسه كان بيجيب فوق 1,000,000 مشاهدة على كل أغنية بينزلها تقريبا. وبدأ يجرب أنواع مختلفة من المزيكا، من أغاني هادية وميلوديك بتعجب البنات لأغاني دريل تقيلة فيها طابع شيكاغو مع مغني اسمه أسامة دي. شهرة ديدي فضلت ثابتة تقريبا رغم التغييرات دي، وفي أبريل نزل أغنية Let It Go، ودي فجرت الدنيا وجابت ملايين المشاهدات وبقت أكبر أغنية منفردة ليه. بعدها نزل 3 صباحا في الأيام مع مغني طالع اسمه ليو تيلر، والأغنية دي كمان نجحت جدا. في نفس الشهر الخبر الوحش نزل، شوجر هيل كيم اتحكم عليه ب5 سنوات سجن، وده كان ضربة جديدة للأوعي اللي كانوا بالفعل خسروا ناس كتير. في يوليو الخناقة بين الأوعي و41 ولعت تاني لما بلادي وروسكو جي قابلوا كايل ريتش وجين كارتر من 41 في المطار واتخانقوا قدام الناس كلها. الفيديو انتشر في كل مكان والموقف ولع السوشيال ميديا. في أكتوبر دي دوت ظهر في فريستايل على قناة شوجر هيل دي، وكانت دي أول مرة يظهر فيها مع ديدي من شهور، وده كان دليل إنهم صلحوا وخلاص المشاكل القديمة خلصت. بس بعدها في نوفمبر الأونمسفارين رجعوا نزلوا أغنية اسمها ستومب ستومب فيها دسات ضد الأوعي. ديدي سمع الأغنية ونزل رد عليها في نفس اليوم بأغنية اسمها Real Talk Leaning Back، وده زود شهرته تاني وخلى الناس كلها تتكلم عنه. لحد آخر 2023 الدريل في برونكس وهارلم بدأ يقل، بس الأوعي لسه متصدرين المشهد، ومن أول أوتي وكيم لحد ديدي ودي دوت قدروا يفضلوا محافظين على شهرتهم كل سنة رغم كل المشاكل والخسارات اللي شافوها. وفي الآخر رغم كل المآسي قصتهم تعتبر واحدة من أنجح وأقل القصص سوداوية في عالم الدريل.